والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح أهله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، والتابعين والتابعين من بإحسان إلى يوم الدين، العلماء والأولياء والشهداء والصالحين في الحضرة سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى، وإلى أرواح الفجر المقدم محمد على عباده ورسوله ومؤمنين على الشعب العبادة جل من الرحمة محمد بن سلمان بن ورسوله ومرحمهم، وإلى آل صاحب مولد الحبيب علي محمد بن حسن الحشيشي، وإلى آخره صاحب الحوار محمد بن عبد الغني، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم من أنفاق الدين والآخرة، وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويرزقنا على الذين يحشرنا في ظلهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة لسيدنا النبي والنبي وبأسرار الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب يصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق
يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا يا ربي صل على محمد أفضل من بالذقات حقا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم حب النبي والآل ومنابي حقا ويقين حب النبي والآل ومنابي حقا ويقين وعودتي في كل حين دوما فإني له حب النبي والآل ومنابي حقا
في كل حين دوما فإني لا أرضى الشمس بعض من سماء والبدر نار من ضياء والكل في معناه تاه لم يدركوا لك المقام ربنا قد زادت نوري وسلامي وذهولي لكن بمدح للرسول شفيت من كل الأسرار سبحان من أعلى قدرا وزاده فضلا وفاخرا وفي دجى مولاه أسرى به من البيت الحرام أهدي صلاتي مع سلامي على النبي بدر التمام والآل والصحب الكرام أرجو بهم حسن الختام حب النبي والآل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة ووضع عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المنن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعالى رب وجودها أكناف الوجود وترزت كرة العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم. تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنتصر أفراده بالتعداد ولا يمن تكراره بكثرة الزربات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواد فضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي سرور قد سوانا بحبيب عملنا نوانا جل شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد رقى في الحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى. لاحظت العيون في مجزلة بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق
العلم قدرة رفعة بشؤونه وكان فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشرت في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارى وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ دين خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حفظه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراه نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. الله لي
يا سيد الرسل أدركني يا سيد الرسل أدركني فبقيت لي حيلة غير حبي فيك يدخر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الصبح بدا من طلعتي الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرتي والليل دجا من وفرتي المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدا من طلعتي الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرتي والليل دجا من وفرتي فقال رسلا فضلا وعلا فقال رسلا فضلا وعلا وداسوا بدلالتي وداسوا بدلالتي المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدا من طلعتي الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرتي والليل دجا من وفرتي المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله كنز الكرم مولى النعم كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم بشريعتي هدي الأمم بشريعتي المدد المدد يا رسول الله
أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كل العرب في خدمته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدا بطلعته الصبح بدا بطلعته والليل دجا من وفرته والليل دجا من وفرته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله جبريل أتى ليلة الإسراء جبريل أتى ليلة الإسراء والرب دعاه لحضرته والرب دعاه لحضرته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبر الصبر بدا من طلعته والليل دجا من وفرته والليل دجا من وفرته سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله الشرف والله عفا عما سلف من أمتنا الشرف والله عفا عما سلف من أمتي فوسيلتنا هو سيدنا هو سيدنا والعز لنا بنيابته صلاة الله على الله يا سلام الله وصلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج
بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم يا الله صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربى وضعيات الحبيب أعلنت السماوات والأرض لما فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تهلك وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكما على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشعرة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومع عمال حور العين وصف الله له من الشرف بالقسمة الوافية فالوقت الذي رتب الله على حوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
مثل حسن ما رأينا في العراق وشام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا قد سالنا من عطاياك الجسام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن أشرف الذي صلى الله به أشرف رسول بعوجه إلى حضرة الله البر الرسول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات وانفاقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبيين فما من سماء ولا جاء إلا وبدره أهلها بالترحيب والتكريم والتهليل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نزلت من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية وواجهت بالتحيات وأكرمت من جزيل العطيات
وأولته جميل الهبات ونادت من شريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات ظاهرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسقط الآني حسرا دونها وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها عقل واتصل لنعمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد فما إله حتى خص بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولت من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله ثقلان وتلك مواهب لا يجلس القلم على شر حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرف عن خفي دقائقها خصصت فيها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع ظالم في الاطلاع على مسرورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا لحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا حضرة الأحادية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهو واللون المحتوي على المعنى الجنس إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله عسول لأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد بها فرائص الأنبياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو تلقى عن سيد الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله علا في جده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على جسمها بعيانه
وقد بسط القلم في تدريب ما أفده علم وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم وبه هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شيخنا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار أوصاف محمد الجعودا توجهت إلى الله وسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعيي مشكورا وفعلي محمودا، وأن يكف عن الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالدة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه يتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى باب التجريح حفظ حال فتخشاها الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوة الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والخاصة بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن البر والمقر. قاسم بلادك عبادك وسائر قوت إرشادك أهل ولادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين وعنايتك
وأن تحفظنا جميع أقوالنا وكلماتنا جميع رعايتك وحصين غايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى الحبيب غايتنا، وتتقبل منا تحققنا فيه من جهاتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق الفاعلين من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة ووسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل الذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نذر هذا الحبيب وواتره ووالاه وظهره، وعم بركته وجريته أولادنا ووالينا والحاضرين وأهلنا ووالينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات، وأجب راية الدين القوي بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان لها معمورة معنا وسرورا. واصرف اللهم قربة المكروبين، واغفر دين المدينين، واغفر للمسلمين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل ولا تحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بأيد عندك، ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المقيم من الذنوب والخطايا، وأجعلنا بالعمل بطاعتك والصدق بحكمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين بك مؤمنين، واختم لنا منك خير أجمعين. وصلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
Allah
سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر ذنوبنا وذنوب بيننا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وعلمنا وعلمنا وعلى أصحابك وسلم. اللهم تقبل وتوفنا من العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من الاستحاضة العليم بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صليناه وما سلمناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المبارك هدية واسعة ورحمة لنا وزود المقدمات والمصابات ونهي حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أهله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين واتبعنا وتتبعنا على إحسان إلى يوم الدين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا المهاجر أحمد حسن أسند المقدم محمد علي البدوي وسلطان على شعب القادر الجيلاني بالأحرار محمد بن كريم بن محمد الجني وسلم على محمد حسن الذي وصوله ومرحم وإلى حضرة الحبيب مولى الحبيب علي بن محمد بن الحبيب وأصوله ومرحم وإلى والدنا ومشايخنا ومعلمنا وأجدادنا وجدنا وعمنا أخوالنا ومؤمنين والمسلمين أجمعين ثم إلى وأخواننا بالله وأهل سببهم الحضرة شيخنا عبد الله شيخ محمد بن عبد الغني وإلى حضرة المرحومة مستي بن مسلمين بنت ابن مسعود المرحوم أسكن محمد المرحومة مستي الجنة بنت سوسي أحمد وإلى المرحوم مسير بن حديد وأصوله وأمرهم أو من صدى ذلك إليهم
واجعل اللهم ذلك فداء لهم من النار وبكاء لهم من النار وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة معهم واجعل قربهم إلى الجنة ولا تجعلها فتنة من قبلهم. اللهم اغفر الرحمة والمغفرة والشفاء مع أهل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح حيانا. اللهم اعنا على الاسلام والسنه وتوفنا على الايمان وتوفيقك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه. وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين صلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلي وسلم على سيدنا محمد الملائكة إلى يوم الدين صلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترضون علي وأنت خير الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم توبة نصوحا تزكنا الجنة والاسم الرخاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا ذنبا إلا غفرته ولا مسافرا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا ببلائك ألطفنا في قضائك هب لنا ما وهبته لأوليائك اجعل خير أيامنا وأيام يا رب من يخاف أنت راض عنا. فقد كتبت اليسير منا أيام والتوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اغفر جودك وكرمك لنا ولمشايخنا ولمعلمينا لأمواتنا وأموات هذه الخاصة. اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا ولكل خير وفقنا وعلى طاعتك يا رحمن عنا وعن بابك الميمون يا رب لا تردنا. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا من عذابك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك العظيم يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا يا رب من المقبولين يا رب. احفظنا يا رب احفظ لساننا يا رب احفظ ظهرنا يا رب احفظ أولادنا يا رب احفظ بيوتنا يا رب احفظ كل ما معنا يا رب. اللهم إنا نستودعنا أهلنا وأولادنا ووالدينا يا رب اغفر لنا يا رب. اللهم حنن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المغفورين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا وانصرنا على القوم الكافرين واجعل قلوبنا من هذه الدنيا وارواحنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امنا عليها يا حي وامنا عليها يا مميت بعثنا عليها يا باعث برحمتك يا ارحم الراحمين الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.